تحية طيبة أعزائي متابعي ومشاهدي وكالة الذكرى نيوز. اليوم وللمرة 11 على التوالي كاميرا الذكرى نيوز توثق تظاهرة الخريجين الإداريين في محافظة النجف الأشرف، واليوم راح أخليكم بالصورة مع ممثل الإداريين الأخ سيد نصير الموسوي بخصوص تظاهرتهم لهذا اليوم، وهي التظاهرة 11 على التوالي. السلام عليكم. حياكم الله استاذ علي، شكرا لتواجدكم، كل الشكر والتقدير لوكالة الذكرى نيوز على اسنادهم ودعمهم دائم للخريجين صوت الحق. شكرا لكم ولتواجدكم استاذ علي. استاذ نصير، يا ريت توضح لنا شنو الخطوه اليوم اللي راح تسوى بهاي التظاهره؟ اليوم خطوه اثبات، خطوه توجيه رساله معاكسه للرساله اللي وصلت معاكسه اصلا وحقيقه عن التجمعات، وليست تظاهرات للخريجين الاداريين، تجمعات واعيه مثقفه مطالبه بحقوقها المشروعه، بحقوقها المسلوبه والمهمشه منذ آلاف السنين، آلاف مو سنه واثنين. للمره الاولى في التاريخ يجتمع الاداريون تحت مسمى تجمعات الخريجين الاداريين للمطالبه بحقوقهم. عندك معلومه كافيه استاذ علي وكل الخريجين وكل المشاهدين انه جميع الروابط التي تطلق هو يطلب 2 محاسبه وفد 40 80 غير اختصاصات تربويه. فبالتالي مهمشين اليوم الاخوه الاداريين يردون ل 3000 درجه اللي هي اصلا هسه صار بس 2000 ثابت. ال 1600 درجه تقريبا توزعا بالشكل المبطن من تحت. الاهتمام اليوم اللي صار بالفتره السابقه نفسي بوابه محافظه النجف بانه تفتيت تجمع الخريجين بكل الصلاحيات بكل الطرق المؤتة اليكم، لكن شكرا للجنات الامنيه اللي ساعدت يمكن نظره اخويه ونظره اباء لابنائهم. طبعا احنا اليوم طلعنا نغير الوجهه اللي صارت علينا في اخر مظاهرات، انه احنا متظاهرين غير سلميين، لا بالعكس احنا اولا اداريين خريجين مثقفين، شريحه مهمه، شباب واعيه تفتهم تعرف شلون تنظم رواحتها. فاحنا حبينا اليوم نوجه رساله للمسؤولين والموجودين كلهم انه احنا خريجين اداريين منظمين جدا جدا وسلميين وما نريد غير حقنا. احنا نطالب انه نريدها استثناء احنا المتظاهرين، يعني اذا نبقى على اللي 3000 الاغلبيه ما تطلع عن مفاضله. زين احنا هواي تعبنا، صار لنا المره 9 كل احنا اللي عندها عوائل، اللي عندها اهلها يقبلون، اللي زوجها تصير مشكله. انا هسه واحده من البنات انا مثل 2018 حد هسه اكو بنات من 2010 زين كلها عمر كبر، شو وقت نلحق انه احنا نريد وظيفتنا؟ يعني تعبنا منه يوميا طالعين يوميا طالعين من الشمس، وهاي بعد ما نتامل بالكل وقالوا لنا وعدونا هو اغلبيه النواب وبقى بعد يومهم. بالبدايه نشكر تواجدكم ويانا، واحنا كاداريين نطلب من السيد رئيس الوزراء انه يطرحوا لنا 3000 درجه وظيفيه للخريجين الاداريين، لان احنا شريحه جدا مظلومه. ونطلب احنا خصوصا ان المتظاهرين الاستثناء، يعني احنا اصحاب عوائل عايفين بيوتنا، عايفين اطفالنا. يعني انا اطفالي صار لي 3 ايام ما شايفتهم، انا مخليتهم مامنتهم يم اهلي على مود اني اجي اتظاهر. تمام اخويا. فاحنا المتظاهرين خصيصا احنا المتظاهرين مطلبنا الاستثناء. اكو قول الامام علي يقول لنقل الصخر من قلل الجبال احب الي من منن الرجال. تقول الناس لي في الكسب عار، فقلت العار في ظل السؤال. أنا ما جاي أسأل الحكومة أو أطلب من عندها تعطيني وأني قاعد بالبيت، لا أنا جاي أطالب بلقمة عيش، أنا جاي أخذ حقي، أكثر من حقي أنا ما رايدة، أنا ما أريد أقعد بالبيت والدولة تعطيني.